أنا ما فهمت وش يقصد بهذا العنوان إلا بعدين. كاتب Master your mind، أحكم السيطرة على عقلك. وهذه هي من أعظم الدروس اللي تعلمتها من ديفيد جوجنز. جاهز كوب؟ طريق العسل هو أن عقلك محدود التفكير ومصمم على أنه يكون محدود. ليش؟ لأن هذا الكون محدود، وكل شيء في هذا الكون لا يمارس إلا محدود، فهو شيء إيجابي وشيء سلبي في نفس الوقت. شوف، موضوع أن كل شيء في الحياة لا يمارس إلا مقيد، هذا موضوع كبير جدا. يعني لو بشرح لك بالتفصيل، وأنا أدري أنه بيأثر على حياتك جدا لأنها آلية تفكير مهمة، أبحتاج حلقة كاملة حرفيا. فبالتالي بس خليني بعطيك كذا الفكرة بشكل عام. يعني كل شيء في الحياة أنت تسويه يا صديقي العسل ما تقدر تسويه بحرية مطلقة، لازم يكون مقيد. يعني مثلا تقول أبغى أروح من البيت للمول، لازم تتقيد بقوانين سير المرور. لما بتسافر من دولة لدولة لازم تتقيد بأنظمة الدخول للمطار، الدخول للطيارة، الوصول للدولة، وهكذا. لما تيجي تلبس لازم تحدد لون التيشيرت أو نوع التيشيرت أو كم تيشيرت بتلبس. ممكن تطلع بقطعة أو قطعتين أو ثلاث اللي تبغى، لكن في النهاية لازم تحدد، لأن كل شيء في هذه الحياة لا يمارس إلا مقيد. فلو كنت مثلي لما كنت أنا في بداية العشرينات أفكر إنه أبغى حرية مطلقة، ما في شيء اسمه حرية مطلقة. في حرية في نطاق معين، في النهاية لازم تكون هي محدودة. كون عجيب، كون مصمم بشكل جدا عجيب، مزدوج، تلقى فيه الأضداد والمتناقضات موجودة مع بعض وعايشة مع بعض، شيء غريب. فالحرية مقيدة في نفس الوقت. المهم، ما علينا من الجانب الإيجابي. الجانب السلبي هو إن عقلك حط حدود معينة لقدراتك، فبالتالي اللي يبغى يوصله ديفيد جوجنز هو إنك لازم تفهم إنه عندك قدرات كامنة لا تكاد توصف. وقاعد يقول لازم تعيد تشكيل أسلاك الدماغ، صلح الأسلاك اللي في دماغك اللي أقنعتك إن هذه حدود قدراتك. بعضنا ممكن يقول والله ما أقدر أسبح، بعضنا ممكن يقول أخاف من المرتفعات، بعضنا ممكن يقول أخاف من الطيارة، أخاف من الظلام، ما أقدر آكل أكثر من وجبتين في اليوم، ما أقدر أشرب أكثر من لترين في اليوم، ما أقدر أنام أكثر من 3 أو 4 ساعات. ناصر لا تقنعني، ما أقدر أداوم وأكمل دراستي وأروح للنادي في نفس الوقت. ناصر لا تقنعني، ما أقدر أنام في الليل يا أخي، ما أقدر أنام قبل الساعة 12 في الليل. أو هذه الجملة الشهيرة، ما أقدر أصحى الساعة 6 أو 5 الصباح، ما أقدر. هذا هو اللي قاعد يتكلم عنه ديفيد جوجنز. قاعد يقول لك دماغك مسيطر عليك وتحتاج تعيد تشكيل أسلاك دماغك. عشان كذا أنا ما أؤمن بشيء اسمه تحفيز. يقول الموتيفيشن شيء موجود حقيقي وفي ناس كثير عايشة عليه. حفزني عشان أسوي كذا، حفزني عشان أنجز الشغلة الفلانية، حفزني عشان أصنع المستحيل في حياتي، خصوصا لما تكون حياتك صعبة. اسمع، كل ما كانت ظروف حياتك صعبة كل ما كانت قيود عقلك عليك أقوى وتحتاج إلى تحفيز. فعشان كذا يقول هو أنا ما أؤمن في التحفيز. ليش يا ديفيد؟ يقول لأن التحفيز بيخليني أسوي الشغلة لأني تحفزت، وأنا أبغى أسوي الشغلة لأن عقلي يبغى يسوي الشغلة ومقتنع إنه يقدر يلتزم فيها. أبغى أروح النادي كل يوم من دون سماعات أغاني. عشان تعرف قديش هذا الآدمي غريب. فعلا جوجنز يروح للنادي من دون سماعات أغاني. أنا أكتئب إذا نسيت سماعتي، هو لا، يقول أنا أتمرن من دون سماعات أغاني. ليه؟ لأني طول الوقت قاعد أتكلم مع عقلي. كل ما قال لي يا ديفيد أنت ما تقدر، أقول له أقدر. هذه هي عصارة هذا الكتاب. لكن بعلمك قدام في التفاصيل كيف جوجنز وصل لهذه الفكرة، وصدقني ما راح تفهمها لين أقول لك القصة. في بعض الأحداث يا صديقي العسل ما تقدر تفهمها لين تشوف القصة أو السرد أو البناء. بعضها ديفيد جوجنز في هذا الكتاب تكلم عن معاناة، تكلم عن الألم اللي كان يعيشه، شيء رهيب فعلا. أول 4 شباتر من هذا الكتاب كانت قسوة ومعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وما تبقى من الكتاب بعد ما هو عرف هذا السر البسيط اللي غير حياته إلى الأبد. ونرجع نقول أي تغيير قوي ينبع من هنا. ماستر يور مايند. ديفيد يقول مرة نادوني في MIT وكان في بانل، يعني زي الجلسة كذا حقت مناقشة ومحادثة وأمام طلاب الجامعة. فيقول كان في بروفيسور، يقولوا كان موضوع النقاش في هذه الجلسة هي المنتال تفنس أو صلابة العقل. يا هذا الموضوع كم نحتاج إليه في هذا الزمن، لأني من وجهة نظري صرنا جدا دلوعين. المهم يقول في بروفيسور تكلم عن الجينيتيك ليميتيشنز، الحدود الجينية، وقال إن لكل إنسان حدود جينية، جيناتك على سبيل. فيقول أنا كنت ساكت وماني مقتنع بالكلام اللي هو يقوله ومو عاجبني الكلام أبدا، ولكن لأني ماني متعلم ولست جامعي وجالس بين الجامعيين ومع بروفيسورز فما حبيت أفتح فمي، لأني بالنسبة لي أصنف أغباهم، لكني ما كنت مقتنع أبدا بالكلام اللي هو يقوله. يقول لين في واحد من الطلاب لاحظ النظرة على وجهي، نظرة التسليكة، وطرح علي سؤال وش رأيك في هذا الكلام يا ديفيد؟ فيقول التفت على البروفيسور واضطريت أجاوب. قلت لا، أنا تقريبا أتفق معك بكلامك، لكن لازم نحط 1% استثناء، لأنه الكلام هذا لا ينطبق
ينطبق على الكل. طبعا هنا انا يا صديقي العسل ما اتفق مع ديفيد جوغنز ابدا، فعلا في حدود جينيه، لكن للمهارات لا توجد حدود. يعني على سبيل المثال كره القدم تقدر تتعدى فيها كريستيانو وميسي لانها مش جينات، هي مهارات. من اعظم اللعيبه في التاريخ زين الدين زيدان، وكذلك من اعظم اللعيبه في التاريخ ليونيل ميسي. القدرات الجينيه بين الاثنين هائله جدا، ميسي اسرع، ميسي اخف، لكن في نفس الوقت زيدان يصنف من التوب 3 او التوب 5 لان المهارات ما لها حدود، وهذا هو اللي يقصده ديفيد ترى. عموما قال للبروفيسور في 1% استثناء، وبعدين ذكر هذا الاقتباس العظيم للفيلسوف هيراقليطس، وهو فيلسوف يوناني كان يتكلم عن انواع الاشخاص في الجيش في المعركه. فقال من كل 100 شخص في الجيش 10 لا ينبغي ان يكونون متواجدين هنا على الاطلاق، و80 منهم مجرد بيادق، يعني جايين عشان يموتون ويستخدمون كدرع اصلا. فقالنا 10. 9 من هؤلاء ال10 مقاتلين حقيقيين ومحظوظين جدا انهم موجودين معنا، وواحد فقط من كل هذول 100 هو المحارب. 100 شخص ما فيه إلا محارب واحد، و9 مقاتلين حقيقيين، 80 بيادق، و10 المفروض ما يكونون موجودين في الجيش أصلا. فيستطرد جوغنز ويقول هل عندك استعداد يا صديقي العسل أنك تكون هذا الواحد وتخوض حرب مع عقلك وتعيد برمجته، تحاول تكسر كل القيود اللي هو حاطها؟ صديقي العسل الكلمة هذه جدا 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 خطيرة، وانت عارف يا صديقي العسل لكل حرب توجد بقايا وآثار. الحرب العالمية الثانية أنا من كم يوم قاعد أتابع مقطع عن شخصين أتوقع أنهم 2 ألمانيين كانوا يروحون يبحثون عن بقايا الحرب العالمية الثانية، وكانوا في الرمل ياخذونه ويفلترونه كذا ويطلعون باجات عسكرية ورتب وفلاتر حق الدخان وأشياء كثيرة، بقايا حرب، وفي سراديب وفي خنادق وفي أشياء للاغتيالات وفي أشياء كثير موجودة من الحرب العالمية الثانية ومن الحرب العالمية الأولى برضه. الحرب العالمية الأولى مين يا عمي؟ من التاريخ كامل توجد بقايا الحرب، آثار الحرب نقدر نشوفها اليوم. فديفيد جوغنز دخل حرب ضد عقله وتحول من ديفيد جوغنز هذا إلى ديفيد جوغنز هذا. الآن كل الناس تعتقد أن ديفيد جوغنز شخص رياضي، هو يقول يعتقدون أنه رياضي، لدرجة أن في أحد اللقاءات مع جو روغن في بودكاست جو روغن سأله قال له هل معك مدرب شخصي؟ ركز معي، يعني جو روغن قاعد يسأله يقول له يا أخي جسمك رهيب وهيئتك جدا رهيبة وطبيعي، فمين المدرب الشخصي اللي معاك؟ أو هل عندك مدرب شخصي ولا أنت من نفسك كذا قاعد تتمرن وعارف كيف تتمرن؟ شوف الجواب الصادم، شوف الجواب الصادم يا صديقي الجميل. قال لا أي مدرب شخصي، الفكرة وما فيها هي أني دخلت في حرب مع عقلي، واللي تشوفه ظاهر أمامك الآن هي آثار هذه الحرب. يا ساتر يا ساتر يا عمق الكلمة يا ساتر. شوف أنا قرأت الكتاب وتابعت هذا اللقاء بعد ما قرأت الكتاب، صدقني إنه أثار انتباهي لنقطة خطيرة، وبعدها فهمت إن الرجال كل اللي سواه وتكلم عنه في الكتاب مو عشان يبغى يحقق الإنجازات. وتوني أستوعب عنوان هذاك الباب اللي قال فيه أذكر على ما أذكر إن الإنجازات ما هي الهدف أصلا، توني أستوعب الآن. ولأني استوعبت إن شاء الله وأنا أشرح لك القصة في الأجزاء القادمة بعلمك هو ليش سوى كذا في كل جزئية احنا نتكلم عنها. فيسأل ديفيد جوغنز سؤال، وسؤال خطير، يقول لك هل أنت مستعد على أن تخوض حرب مع عقلك؟ ولو قررت أنك تدخل هذه الحرب وتنتصر، أو حتى لو ما تنتصر، آثار وبقايا هذه الحرب راح تكون مذهلة بالنسبة لك. خلنا من الجزء القادم نشرح القصة من طفولته لين لهذا المستوى اللي وصله اليوم، وكيف ممكن نتخلص من قيود هذا العقل يا صديقي الجميل اللي أقنعك أن في أشياء كثيرة أنت ما تقدر تسويها في الحياة. حلقة قادمة جدا